السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركيا افيك نزيهة. كيما راكم تشوفوا رايحين نعملوا انصامبل ان شاء الله مقروط العسل. مقروط العسل، الله الله، قولوا لي شكون ما يحبش مقروط العسل؟ انا صراحة بزاف نحبه وعزيز عليا، لازم يكون في الميدا تاع العيد. فوالا وصفة ناجحة صدقوني، جا مرمل يدوب في الفم كيما يحب الخاطر. هنا درت 3 كيلات تاع الدقيق متوسط، راني في تركيا هذا واش عندنا، ولكن رايح الخشين هذا شريتو اون ديتاي. هنا عملت الملح، فوالا الوصفة التقليدية الجزائرية. عملت السمن ذوبته، خليته يبرد تماما، وزدت له يعني خليت صباع وزدت كملته بالزيت. شوفوا فرغته على يدي باش نوري لكم بلي راهو بارد. كملته بالزيت ولكن فيضتها شويه الكيله. فوالا هي السر تاع النجاح تاعو، لازم السميد ما يكونش ليدام سخون باش ما تنحرقش الحبه تاع السميد، ونقعدوا يعني نبسوا فيه قد ما نقدروا لمده معينه، وحنا ندخلوا في هذاك السميد بيان، ندخلوا فيه بيان باش حتى وين نحسوا الحبه تاع السميد فريمون دخلها ليدام. فوالا هكذا ندخلو بيان السميد تاعنا. من بعد انا خليته يريح، خليته حوالي 4 سوايع، خليته درتو العشيه يعني وقريته في الليل. فوالا هنا راني نشوف فيه لا، هنا عرفت باللي الحبه تاع السميد راهي شربت لي مليح ليدام. الوغ هنا واش عملت له؟ حكمت الماء زهر اون بود، خاطر قريب يخلص لي الماء زهر ما قعدليش، وزدت له الماء. فوالا وزدت ان بو تاع ليكستري تاع الماء زهر، وراني نرش غير بالعقل وغير بصبعتين يديا. الوغ زمان كانوا يديروا، انا كانت ماني الله يرحمها كانت تدير بالحربوش تسقيه، يعني ما تسقيهش هكذا كامل على ضربه. انا هذيك لا ميثود صدقوني ما نعرف لهاش، دونك مداريا نعملو هكذا غير بصبعتيا برك، نشمخ غير بالعقل ونخليه يشرب هكذا في غردو. راني درت هنا كي راكم تشوفوا درت نص كيلة تاع الماء وما زهر. هاد السميد مداريا ندير به، دونك ما شاء الله هايل. بيان سور الوصفه الاصليه ما يديروا له لا ولاد الدجاج لا فارينه لا حتى حاجه، ولكن الدقيق مع الوقت يعني راه يتبدل. اللي تعرف باللي تخاف باللي يفسد يعني يتحللها، ولا تقدر دير الابيض ان بلون دوف. هنا حكمت اللوز كالعاده 3 كيلات تاع اللوز، درت غير شويه خاطر عندي العقده. الوغ درت 3 كيلات لوز، مغرفه تاع السمن، نص كيله سكر، درت ان جون دوف صفر تاع ولاد الدجاج، وقاعده ندير في الماء زهر غير بشويه برك، ونعجن فيه. عجنتو حتى وين حسيت هذاك السكر داب. القرفه ايفيدامون ما نساوهاش حتى وين نقدروا نتحصلوا على ان بودان. هنا راني زدت ليكستري كيما راكم تشوفوا، نحب ريحه المزهر. لازم فريمون تكون العجينه تاعنا بيان بارفومي بالمزهر. الوغ راني نسقي فيه، وراني نشوف باللي راني نحس باللي مازالو يسحق الماء، مازالو وراهو يشرب. انا نسقي وهو يشرب، ولكن صدقوني يحب الراحه. مقروط العسل يحب الراحه، لازم يريح كساسوا بليدام ولا بالماء. زدت خليته يريح شويه حوالي واحد 4 ساعة 20 دقيقه. شوفوا كيفاش شرب لي كامل هذاك الماء، وزدت كملت له كامل الكيله تاعي. هذا واش عملت له. فوالا هنا ما زدت له حتى حاجه، ما زدتلوش الماء، سي بون. وهنا حطيت المقله تاع الزيت تسخن، وبديت بالحربوش الاولاني. وانا صدقوني يعني كل دقيق كيفاش مداريه نقلي كامل، يعني ندير كامل المقروط ومن بعد نقليه ومن بعد لا فضلت من الاحسن الحبات يعني الاخرين يولوا يتحلوا يتشققوا يشربوا الزيت. انا وليت نقلي بالحربوش هكذا، ندير حربوش واحد نقليه وهي رايحه. حطيت الزيت تسخن والعسل بطبيعه الحال ما نديروا له لا مزهر لا حتى حاجه، وما نسخنوش يعني نخليه على حراره المطبخ. كي نحط من يعني من المقله
كي يطيب المقروط من المقله نحطو في العسل. هنا كيما راكم تشوفوا درت الحربوش تاعي، درت اللوز تاني، حربوش تاع اللوز، ونقعد نزير في الحربوش تاعي بيان، هدايا نزير فيه بيان ونروليه فوالا، نديرو باش يجيني بومبي، باش يجي بومبي. والحجم نتوما تتحكموا، كاين يحبوا مقيرطات صغار، انا درت الحجم كلاسيك فوالا. هذه هي الحبه تاع المقروط، ما نحبوش بزاف عالي وما نحبوش كبير فوالا. وعملت لو بلون دوف في اللوز باش ما يخرجليش اللوز شويه، عملت شويه قبل ما نقليه. كيما راكم تشوفوا هكذا نقلي غير بالخمس حبات، سا ديبون الحربوش شحال يخرج لي، دي فوا 5 دي فوا 8. وحطيته يطيب. لازم المقروط يحب المقله تكون ثقيله، كاين يحطوه في الكسيكس، انا نفضل نقليه هكذا فوالا، نفضل نقليه يعني بالحبه نورمال. وإلا شفتوا المقروط تاعكم بدا يخرج في هذاك الدقيق، لازم تتصفى الزيت، لازم تتصفى، خاطر هادوك لي ميات هما اللي محسوب يحطوا لنا، هما اللي يحلوا لنا الحبه تاع المقروط وما يخلوها لنا شابه، لي ميات تاع الدقيق فوالا. والمقروط ما نمسوهش، يعني ما نقلبوه، ما حتى حاجه، لازم يغطس في الزيت فوالا، ما نمسوهش كامل حتى وين يطيب يعني فوالا. ياخذ لنا هذيك التحميره هذيك، يجينا دوغي فوالا من المقروط، باردون سامحوني عفوا، من المقله العسل، وما نحيش نقلبو ونغطسو في الزيت في العسل حتى وين نكمل كامل، حتى وين نكملو كامل فوالا. هذه هي دونك، هذيك النتيجه كيما راكم تشوفوا، جا مرمل العسل. صدقوني نعسلو خطره واحده، ما نعاودلوش لا دوزيام فوا، باسكو العسل يدخل لي لداخل، اشاك فوا يجيني معسل لداخل ومرمل ما شاء الله كيما يحبوا الخاطر. خديته حتى كيبرد وريته لكم فوالا. نتمنى اللي تعجبها الوصفه ما تبخلونيش بلايك، ديروا لي بارطاج من فضلكم، وخليوا لي تعليق فوالا. ما بقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه، ان شاء الله تجربوه، واللي ما تعرفش اللي ماشي مرفه ينجح لها ان شاء الله ينجح لها. ونقول لكم من المزيد من الوصفات. السلام عليكم، في امان الله، اللهم ناتولون كريشيرز، سلام.